عمرك حسيت إنك بتجري بس دايما حاسس إنك ورا الناس؟ كل ما تفتح السوشيال ميديا تلاقي حد ناجح أكتر، غني أكتر، أو حتى شكله أحسن منك. بس خليني أقولك حاجة، المقارنة دي أخطر حاجة ممكن تدمر ثقتك بنفسك. والمفاجأة، السبب مش فيهم، السبب في الطريقة اللي بتشوف بيها نفسك. إحنا اتربينا إن لازم نكون زي غيرنا علشان ننجح. نفس الشغل، نفس الشكل، نفس الطريقة. بس الحقيقة، اللي بيعيش حياته بيقلد عمره ما بيكتشف هو مين فعلا. كل مرة بتقارن نفسك بحد، انت بتقيس حياتك بمسطرة مش بتاعتك. المقارنة بتسرق منك حاجتين خطر جدا: السلام الداخلي والثقة بنفسك. انت ممكن تكون في أحسن مرحلة في حياتك، بس مجرد إنك تشوف حد سبقك بخطوة تحس إنك ولا حاجة. بس الحقيقة، كل واحد فينا ليه توقيته، زي الزرعة، كل واحدة بتطلع في وقتها. عايز تتخلص من المقارنة؟ ابدأ تشوف نفسك كنسخة فريدة، مش نسخة مطورة من حد تاني. اسأل نفسك كل يوم: أنا النهاردة أحسن من امبارح؟ لو الإجابة يبقى أنت كسبت. قبل ما تبص لغيرك بص جواك. انت مش ناقص ولا متأخر، انت بس محتاج تفتكر انك مختلف، واختلافك ده مش عيب، ده سر قوتك الحقيقي. اكتب لي في الكومنت ايه الحاجة اللي مميزاك عن غيرك وافتخر بيها النهاردة.